السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحشتوني من الفيديو اللي فات حبايب قلبي. واللي لسه منورين وداخلين القناة جديد أهلا وسهلا بيكم. إن شاء الله النهاردة هنعمل طريقة بشاميل، لا بزبدة ولا بسمنة ولا بزيت ولا بدقيق. طريقة كده إن شاء الله هتعجبكم وسهل وخفيف. وكمان مكرونة هتخش الفرن طريقة سهلة. بس ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب لقناة يبو كيتشن. واللي لسه ما يعرفنيش وأول مرة يخش ولسه جديد في القناة، أنا اسمي هبة. وما تنسوش المعلومة آخر الفيديو هتعجبكم قوي. ويلا بينا بقى قبل ما نبدأ أي فيديو زي ما تعودنا في فيديوهاتنا هنسمي الله ونصلي على الرسول. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يلا بينا بقى على نخش على الفيديو ونشوف ايه هي وصفاتنا وتكاتنا وحركاتنا. يلا بينا. اول حاجة كده ان شاء الله كده هنعمل طريقة بشاميل سهلة غير اللي احنا بنعملوها، خفيفة وبالذات للناس اللي صايمة، اخواتنا المسيحيين. بيبقوا مش محتاجين زبدة ولا حاجة. ممكن تتعمل، او ممكن انتي تعمليها لو بتعملي رجيم او عايزة بشاميل خفيف. هتجيبي ايه؟ هتجيبي معلقتين نشا زي ما انتوا شايفين وكوباية لبن. هتحطي اللبن والنشا، تدوبيهم مع بعض من غير ولا زبدة ولا زيت ولا سمنة ولا أي حاجة. مجرد ما هتدوبي معلقتين النشا على كوباية اللبن، على البارد كده عشان بس النشا ما يكلكعش مننا، هنبدأ نحطه فين؟ نبدأ نولع عليه النار. هو دي البشاميل، طريقته سهلة وبسيطة. هنطعموه بإيه؟ بواحدة ماجي، بيديله طعم كده ونكهة حلوة. حبة ملح بقى شوية، تظبطي ملحك، هتظبطي الفلفل بتاعك، تحطي مثلا نص معلقة فلفل، فلفل اسود. عايزة تزودي انا حطيت له شوية كمان مع كوباية مية كده او نص كوباية مية. عايزة تخليه كله لبن اوكي، عايزة تخلي لبن و... وقولوا معايا وشوربة، عندك شوربة حطي. يعني فانا حطيت على المعلقتين النشا يعتبر كده ايه كوبايتين سائل. ايه هما الكوبايتين سائل؟ حطيت كوباية مية وحطيت كوباية لبن. حاطة 2 لبن ماشي، عايزة تحطي واحدة لبن وواحدة شوربة، مفيش مشكلة. بصوا يا بنات هنفضل نقلب فيه كده لغاية ما يتقل. بصوا ولا كلكع مننا ولا خرز مننا، بصوا كريمي وجميل. طبعا انا مش عايزاه تقيل قوي عشان المكرونة اللي في الفرن اللي انا هعملها دي مش محتاجة ايه، مش محتاجة يبقى تقيل. عندك بقى واحدتين معلقتين قشطة كده، تغير القوام وتدي قوام طعمه حلو وهتوديكي في حتة تانية. وش قشطة اللبن اللي هو وش اللبن، او قشطة انت عندك مش عايزة تحطي ما تحطيش، بس انا ايه حبيت احطها. انا كان عندي بنات بقيت فرخة هرميها، لا رحت مفصصاها وقلت اعمل بيها، هعمل بيها وصفة. ايه هي الوصفة؟ اهي وصفة المكرونة. فصصت الفراخ اللي عندي البايتة، وجبت بصلة حلوة كده وسط، قطعتها جوليان او حلقات في شوية زيت كده واحطهم. بصوا زي ما انتم شايفين على النار يا دوب يدبلوا كده ويغيروا لونهم. هنبدأ ننزل بواحدة كوبي فلفل اخضر، برضو هنقطعه برضو جوليان، برضو يا دوب يدبل شوية وبعد كده ننزل ببهاراتنا. يعني زي كأني هعمل الفراخ كده هعيد تدويرها او هعملها بطعم حلو كده. هنحط ايه بهاراتنا يا بنات؟ معلقة كركم صغيرة، ومعلقة ملح برضو صغيرة. هنحط تاني معلقة فلفل اسود، لو عندك فلفل ابيض مفيش مشكله. معلقه ايه تاني يا بنات؟ ال7 بهارات. شفتوا بقى ال7 بهارات حلوه ازاي بتخش في كل الاكلات. وكمان معلقه كركم. يبقى ملح وفلفل ومعلقه كركم، معلقه 7 بهارات، ومعلقه ايه تاني يا بنات؟ آه ايه تاني حطيته؟ اللحمه سوري الفراخ. بصوا زي ما انتوا شايفين كده الفراخ، يا دوب برضو قطعناها حتت صغيره ونزلناها على التتبيله دي وهنسيبوها. ومعلقه بابريكا يا بنات، معلش انا نسيت اقولها لكم. هنقلبها كده شويه، وعايزه تحطي زيتون حطي في الوقت ده او في اللحظه دي، بس انا ما كانش عندي زيتون. كل ما تحطي خضار كل ما تدي طعم حلو. وهننزل بالمكرونه اللي احنا سلقنا. اي نوع مكرونه عندك، بس انا بصراحه بحب في المكرونه البرام زي بتاعت بره كده. انا بحبها ايه؟ الاقلامه دي ان انا احطها، واحط معلقتين كده بشاميل او كبشتين بشاميل مع المكرونه.
صوص كده حلو بتدّي يعني كلّه تحسّي داخل في بعضه، كأنِك المكرونة مع صوص البشاميل مع الخضار، خطيرة جدًا. ضبّطي ملحِك وهنبدأ نجيب بقى طواجن. هتحطّي في كل بقى طاجن كده هتحطّي شوية إيه، شوية مكرونة، أول هاحط تحت في الأرضية شوية بشاميل أو ما تحطّيش، أنا حطّيت في واحد والباقي ما حطّيتش. وبعد كده تنزلي بالمكرونة والبشاميل، زي ما قُلت لكم يا بنات البشاميل يبقى خفيف. بُصّوا أنا باحط شوية زيت عشان برضه إيه، المكرونة ما تلزقش منّي، كإنِّك جايباها من برّه بالضبط وأحلى كمان، أنتِ مجرّباها وعارفاها وعارفة أنتِ حاطة إيه وعارفة الخضار بتاعِك اللي أنتِ حاطاه. ما تشتريش حاجة من برّه، دايمًا اعمله في البيت، أوفر طبعًا وأحسن وأطعم، وكفاية إن أنتِ عاملاه بإيدِك، زي ما كده الشيف الصغير بيشتغل معايا، الشيف آمن. أنا أخلّيه بقى معايا بقى إيه، هو اللي يبدأ يعمل الأكل معايا وأنا بقى إيه، أشوف حاجة تانية. بُصّوا أنا بدأت أحُط أهو بالمعلقة كده أو بالكبشة، بابدأ أحُط بقى أضبّط البرام بتاعي على قد ما ياخد، وهابدأ أحُط إيه، صوص البشاميل اللي إحنا عاملينه، اللي هو من غير دقيق ومن غير زبدة. خفيف وطعمه أخف وأحلى، وما تفرّقهوش عن التاني يعني، لأ، 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 يعني نفس الطعم، أنا مش حاسة إن هو في اختلاف بصراحة، أنا حاسة إن ده كمان أطعم وأخف. بُصّوا هنبدأ كده نغرّقها كده بشاميل، واو! يامي، يامي زي ما بيقولوا. وعندِك بقى جبنة موتزاريلا حُطّي، أنا كان عندي جبنة رومي، قطّعتها كده قطع صغيّرة وحطيتها فوق الوش، هندخّلوها الفرن لغاية لمّا يا دوب كده يعني تدّي وِش حلو كده من فوق، ومن تحت تشكشك مع بعضيها حلو كده يعني، أنا مش عايزاها محمرة أوي. بُصّوا أهُم الجبنة اللي كانت عندي حطيتها، هادخّلها على درجة حرارة 180 والفرن دايمًا يكون سُخن. زي ما أنتم شايفين بُصّوا الجمال، بُصّوا الحلاوة، سهلة وسريعة وما بتاخدش وقت، بالضبط كده في 10 دقايق هتكوني عملتيها. مجرد ما أنتِ بتعملي البشاميل هتحطي المكرونة تتسلق يا دوب في ثواني يا بنات. وممكن من غير فراخ تعمليها بالخضار بس، وهتعجبكم إن شاء الله وتعجب الولاد. لو وصلتِ لغاية كده ولسه ما حطيتيش لايك للفيديو انزلي حطي لايك وكومنت حلو منكم. أشوفكم إن شاء الله في فيديو جديد ووصفات سهلة وسريعة ومش مكلفة. أشوفكم على خير وما تنسوش تشوفوا المعلومة على الماشي. يلا بينا يا بنات على المعلومة على الماشي. معلومتنا النهارده يا بنات إن شاء الله عن زيت الثوم. زيت الثوم ده مفيد جدًا، بيستخدم في دهن الشعر، عشان للتساقط، بيفيد في علاج البواسير، مفيد للمفاصل والروماتيزم، بينقي الكبد والكلى من الحصوات، هو مفيد جدًا. جربوا، تكون المعلومة أفادتكم، وإن شاء الله أشوفكم في فيديو جديد مع معلومة جديدة. باي باي، مع السلامة.